المؤامرة الدولية التي تم فرضها على القائد هي مخالفة للسياسات واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والأمم المتحدة. طبعا ما زالت هذه المؤامرة مستمرة منذ 25 عام لهذا اليوم، فبتاريخ 15 شباط عام 1999 تم اعتقال القائد في اليوم الأسود. طبعا لم يكن هذا الاعتقال بشكل عفوي، بل كان مدبر ومتفق عليه بين عدة دول. الهدف من هذه المؤامرة هو إبادة الشعب الكردي وإفشال حركات النضالية التحررية في المجتمعات الحرة. طبعا فلسفة القائد عبد الله أوجلان القائد الأممي قائد الشعوب هي كانت تشكل خطرا على سياسات كثير من الدول، فهي تنادي بحرية المرأة وحرية المجتمعات الطواقة للحرية. فالمرأة في مجتمعنا وكثير من دول العالم ناضلت وقاومت لنيل حريتها، فدفعت الكثير والغالي لنيل حريتها. فقامت كثير من الفعاليات في الدول العالمية والشرق الأوسط وخاصة مناطق الشمال وشرق سوريا للمطالبة بحرية القائد الجسدية. فالقائد هو يعتبر المرأة ركيزة أساسية في المجتمع، فلا تبني المجتمعات الحرة بدون حرية المرأة. طبعا علينا بذل أكبر الجهود والتكاتف للتخلص من هذه المؤامرة والمطالبة بحرية القائد الجسدية، والمناداة نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بتحرير القائد جسديا. طبعا أن نستنكر هذه المؤامرة وندد بكل لحظة نعيشها في حياتنا. فالقائد لم يكن قائد شعب واحد، بل بالعكس هو قائد أممي، وحاول نشر فكر وفلسفته في جميع دول العالم، وخاصة نادى بحرية المرأة وطرح مشاكل التي كانت تمر بها وتتعرض لها. فكان الهدف الأساسي هو بناء شعوب ومجتمعات حرة بأفكار وفلسفة الأمة الديمقراطية وفلسفة القائد.